انا شريف، الام ديالي سميتها راضيه والاب ديالي سميتو عزوز. تزوجوا ومشاو لمارسيل في بدايه التسعينات. في البدايه كراو دار على قد الحال، والاب ديالي كان صباغ، وكانت الامنيه ديالو انه يدير دارو ويدير شي محل فين يحط فيه الماتريال. الاب ديالي كان معروف بالجديه ديالو في العمل، وكان معقول، وكان كيخدم من الليل والنهار، ورزقهم الله بثلاثه الوليدات. الكبير هو انا شريف، والوسطانيه هي بوتينه، والصغيره هي اختي سهام. ومن بعد مده الوالد جمع شويه ديال الفلوس وشرى بهم هوندا اللي عاوناتو في الخدمه ديالو، كيهز بها الماتيريال ديالو ديال الصباغه. ومع الايام قدر انه يبني الدار اللي كان كيحلم بها في حي الواد المالح، وسكننا فيها وامورنا كانت غاده مزيان. والاب ديالي دار وكاله كيكري فيها الماتيريال ديال البني، والامور كلها كانت طبيعيه وهي هاديك. حتى جا نهار 12 شهر 3 2012 الاب ديالي غبر، وحتى واحد ما عرف عليه شي حاجه. والام ديالي راضيه ما خلات فين قلبت عليه، سولات العائله وخوتو ووالديه وصحابو والجيران، وحتى واحد ما شافو. وتوجهت الام ديالي عند البوليس باش دير البحث لفائده العائله. وملي سولوها البوليس قالت لهم بلي واحد الراجل جا صونا في الدار، وطلعت عليه من السرجم وطلب منها تكلم لي الاب ديالي عزوز، وكلماتو ليه. ونزل الاب ديالي وركب معاه في الطوموبيل، ومن ديك الوقت ما عاودات شافته. سولوها البوليس واش عندها معاه شي مشكل، قالت لهم لا، وبان الاب ديالي كان مسالم. سولوها كذلك واش كاتب ليها شي املاك، قالت لهم لا، ما كاتب ليا حتى شي املاك. البوليس بقات فيهم وتعاطفوا معها، وبانت ليهم بانها راجلها تخلى عليها وخلى لها ثلاثه الوليدات وغبر. وعدوها باللي غيديروا اللي بجهدهم باش يلقاو ليها الاب ديالي. وهنا كل شي الجيران استغربوا من هذا الاختفاء ديال الاب ديالي، بسبب ان حوايجو باقين في الدار، والطوموبيل حدا الدار، والسوارد ديالها والوراق ديالها حتى هما في الدار، وحتى الدواء ديالو بحكم انه كان مريض بالقلب والسكر حتى هو كان في الدار. الام ديالي قررت انها تلتجئ للصفحات ديال الفيسبوك، كتحط فيهم الصوره ديال الاب ديالي والنمره ديالها، باش على الله يكون شي واحد شافو ولا عنده عليه شي خبر. ولكن هادشي ما جاب حتى شي فائده، وبالرغم من هاد المحاولات كامله ما بانش الاب ديالي اي اثر. فهنا نصحونا الجيران باش نلتجئوا لبرنامج مختفون، والام ديالي عجباتها الفكره، وقالت لهم فعلا البرنامج مشهور وكيشوفوه الملايين ديال المغاربه، ربما يشوف عزوز الحلقه ويحن قلبه ويرجع عندنا وعند ولاده. وفعلا راسلات الطاقم ديال برنامج مختفون سنه 2013، وعاودات لهم على المشكله ديالنا بالتفصيل، وما قبلوا لنا الطلب حتى سنه 2014، يعني عامين بعد الاختفاء ديال الاب ديالي. وفعلا دزنا في الحلقة، وعاودت لهم الأم ديالي في الحلقة على المعاناة اللي كنعيشوا فيها بسبب الاختفاء ديال الأب ديالي، وعاودت لهم نفس السيناريو اللي عاودت للبوليس، ديال أنه صونا شي حد في الدار وكلماتو ليه وجده بالطوموبيل، ومن ثم ما عاودت شافته. دازت الأيام، من بعدها أنا تزوجت واستقريت مع الأم ديالي في نفس الدار. وبعد مدة قصيرة طلقت الزوجة ديالي. وصل واحد الوقت وليت يوميا كنتخاصم مع الأم ديالي، وصوتنا ولا كيوصل حتى الجيران. حتى لسنة 2016 اختفيت بحال الأب ديالي تماما، وحتى واحد ما بقى شافني. وهنا الجيران لاحظوا الاختفاء ديالي وسولوا الأم ديالي، قالت لهم باللي سافرت عند خالي الجزائر. وسولوها واش ديكلارات بالاختفاء ديالي، قالت لهم البوليس ما لقاو ليا حتى بواه، عاد باش غيلقاو ليا هو. وزيدون كون كان شريف فيه الخير كون بقى معايا يعاونني على خواتاتو وما يتخلاش عليا في هاد الظروف. دازت الايام وتخطبات الاخت ديالي بوتينه لواحد السيد من مدينه القنيطره، وتزوجات ودارت العرس في الدار ديالنا. ومن بعد تزادوا عندها 2 بنيات، والزوج ديالها مشى حرق لإسبانيا،
وكان عوال يرجع من بعد ما يصايب الوراق باش يقدر يدي معاه الاخت ديالي بوسينة والبنيات ديالو بجوج، ويعيشوا معاه في اسبانيا، على عكس الاخبار اللي كتروج انه كان مطلقها. فالاخت ديالي كانت عايشه مع الام ديالي راضيه لان راجلها في الخارج. المهم دازت الايام، وفي سنه 2022 الجيران سمعوا الغوات في السطح ديال دارنا ومشاو كيجريو عند الام ديالي، لقاو الاخت ديالي بوتينه شاده كرشها وكطيح وكتنوض بالحريق حتى الدم والامانه امانته. الام ديالي من بعد من سولوها الجيران قالت لهم باللي راجلها طلقها وسامح فيها هي والبنيات وجاها اكتئاب وانتحرت بالسم. والطب الشرعي كيقول انها ماتت بالسم، ما يؤكد نظرية الانتحار اللي قالت عليها الام ديالي. ودازت الايام وكل شي تنسى حتى الاواخر شهر 5 من سنة 2023، يعني عام بعد الموت ديال الاخت ديالي بوسينة. راجلها جا من اسبانيا والجيران شافوه ملي دخل الدار عند الام ديالي، شويه كيسمعوا الصداع والغوات وشويه كيسمعوا خبط الباب ومشى في حالاته. وفي العشيه من نفس اليوم الجيران كيتفاجئوا بالبوليس كيجيو يشدوا الام ديالي وداوها معاهم لمقر الشرطه. الجيران في الاول ما فهموا والو، كل واحد فيهم اشنو كيقول. من بعد يومين المغرب كامل غادي يفيق على وحده من اخطر الجرائم اللي سمعنا بيهم في الألفينيات. الحي ديالنا عرف استنفار أمني كبير، الإعلاميين كاملين انتقلوا لعين المكان، جاو البوليس والمحققين والشرطة العلمية الروينة في الحومة ديال الواد المالح. والسبب القبض على الأم ديالي أنها تقدموا فيها 2 بلاغات، الأول من زوج الأخت ديالي اللي جا من إسبانيا اللي اتهم الأم ديالي باللي قتلات اختي بوتينة، خصوصا ملي عرف من الناس باللي الام ديالي كتروج اخبار كاذبه وباللي قالت انه طلقها وسمح فيها هي وبناتها، وفسر هاد الكذوب بانه الام ديالي كتحاول تخبي شي حاجه. والبلاغ الثاني تقدم به الخال ديالي اللي عنده مع الام ديالي مشاكل على الارث. اتصل بالخال ديالي اللي في الجزائر وقال ليه باللي راضيه قتلات راجلها عزوز، وقال ليه باللي هو اللي عاونها في الدفن ديالو. ومن اللي سمع هاد الخبار ما قدرش يتسنى ومشى عند البوليس ديال قنيطرة فين هو ساكن وديكلارا بالاخت ديالو. وهنا البوليس ولاو عندهم 2 بلاغات، والام ديالي بقات متشبته بالاقوال ديالها على انها ما عندها حتى علاقه باختفاء الاب ديالي ولا بالانتحار ديال الاخت ديالي، وما اعترفت حتى تمت المواجهه ديالها مع خالي وعاد وراتهم فين دفناتو. جات فرقة مختصة بالحفر ومشات معاهم لدارنا ووراتهم، وبالفعل لقاو الجثة. وبطبيعة الحال الشرطة العلمية والمختصين بمسرح جريمة داروا الإجراءات الأولية ديالهم من تصوير للجثة، يعني كيفاش الطريقة كيفاش لقاوه مدفون وما إلى ذلك. لقاو الأب ديالي مدفون راسو لتحت ورجليه الفوق. ومن بعد أيام قليلة كانت الصدمة الكبرى، وهي أن الجثة اللي تلقات تثبت أنها ماشي ديال الأب ديالي عزوز وإنما ديالي أنا، أيه كما سمعتو ديالي أنا شريف. وهنا كل شي عرف باللي أن الأم ديالي راضية، حتى أنا كنت ضحية من الضحايا ديالها. سبحان الله، الروح عزيزة عند الله. الأم ديالي هي اللي وراتهم المكان اللي دفنات فيه الأب ديالي، ولكن طلعت غالطة وراتهم فين دفناتني أنا لأنها بقات عاقلة على مكان آخر جثة دفنات. وهنا المحققين من بعد ما خرجوا لهم النتائج ديال الجثة الأولى وتأكدوا أنها الجثة ديالي، ضغطوا على الأم ديالي واعترفات وقالت لهم باللي الجثة ديال الأب ديالي حتى هي باقا كاينه في الكراج. وعاودوا مشاو لمسرح الجريمة وعاودوا حفروا، بالفعل لقاو الجثة ديال الأب ديالي عزوز. كلكم دابا كتسائلوا على السبب علاش الأم ديالي قتلاتني، وأنا غنقول لكم السبب وعارفوا غادي يصدمكم. مع الأسف احنا شفنا الجريمة اللي دارت الأم ديالي في حق الأب ديالي، وأنا كنت أكبر واحد في خوتي وجبراتني أنني نعاونها، وحتى خالي عاونها. ومع المدة كبرت ونضجت وحسيت بلي داكشي اللي درت ما كيدارش وندمت بزاف.
ووليت فاش كنجبد معاها الموضوع ما كيعجبهاش الحال وكتنوض معايا الصداع، وانا هاد الموضوع مرضني نفسيا وما قدرش نسامح راسي، وقررت انني نفضح كل شيء. وهنا دخلت الام ديالي وقتلاتني باش تخبي جريمه بجريمه ابشع منها، وحتى اختي بوتينه بدات كتهددها وقررت انها تنهي ليها حياتها بنفس الطريقه. الا ان بوتينه طلعت للسطح وشافوها الجيران فتفضحت القضيه، وما كان عليها الا انها تقاد سيناريو اللي دارت ديال الانتحار. هذه كانت هي القصه ديالي مع الام ديالي راضيه اللي باقا ما كملاتش ومازال غتبان فيها احداث جديده مع مواصله تحقيقه. دعيو لي بالرحمه وربي يسمح لي على داكشي اللي درت الاب ديالي، وانا متاكد ان الام ديالي لو كان ما تشداتش كانت غادا تستمر في القتل، وماشي بعيد كانت غتقتل حتى الاخ ديالها باش تستر على الجريمه، لان اي شخص كيهدد الحريه ديالها فكتحيدو عليها من الطريق.